المكتب ودي أقول لكم قصة قريتها مع منولتي حبيبتي. القصة فيها عبرة، بس هذا التليفون اللي أنا أحرك صبعي قاعد يكبرني ويزقرني. في من وراها مغزى، موضوع راح أتكلم عنه، بس هي مو قصة يوم الخميس، هي قصة شي للتداول للنقاش، لأن احنا نسولف ونستمتع مع بعض. سمعوا القصة. مرة حكيم من الحكماء كان عنده عياله وماشيين ومروا على ضفة من النهر وقعدوا للاستمتاع. المهم يا جماعة، قعد الحكيم مع أسرته، وكان في أفراد أسرة ثانية قاعدين على ضفة النهر من الصوب الثاني، ولكنهم قاعد يصرخون. جاب الحكيم من هذا الصراخ اللي قاعد يسمعه والتفت على أبنائه وقال لهم: يا ترى لماذا الصراخ عند الغضب؟ لماذا الصراخ عند الغضب؟ أبناء الحكيم كانوا يقولون: يمكن إحنا أثناء الغضب نفقد هدوءنا فيصير صراخ. رد الحكيم: شو ليش تصرخون وانتوا قاعدين يم بعض البعض؟ تقدرون توجهون الرسالة اللي تبي توصلونها حق بعض بدون صراخ، لأنكم قاعدين يم بعض. استمروا أبناء الحكيم يعطونا إجابات، لكنها ما كانت نهائيا مرضية لهذا الحكيم. فقال لهم، قول لهم الحكيم حكمته: لو في شخصين قاعد يتهاوشون، شو تصير إن قلوب هذيل الشخصين قاعد تتباعد عن بعضها البعض، وعلشان نغطي المسافة البعيدة هذه اللي حدثت من الصراخ نزيد للصراخ. فكل ما نزيد الغضب تزيد المسافة بين القلبين. فتلاحظون كل ما تصير النجرة أكبر كل ما يصير الصراخ أعلى عشان يغطون المسافة هذه. أن لو بتفكرون الشخصين هذيلا اللي صار بينهم التباعد وصار بينهم الصراخ، صار تباعد كبير، بس هم قاعدين يم بعض يا جماعة. لو كانوا هذيل الشخصين يحبون بعض في بداية الحب، نلاحظ أنهم ما يصرخون على بعض نهائيا، صوتهم واطي، لأن قلوبهم قريبة جدا من بعضها البعض. قد يصل الحديث بين المتحابان إلى الهمس. كل ما تكلموا مع بعضهم البعض وزادت الهمسات بينهم، ما عاد أكو لا داعي لا للهمس ولا لللمس. النظرات تكفي للمحبين. الزبدة، خلاصة الموضوع هذا كله يا جماعة، لما تهاوشون مع بعضكم البعض لا تصارخون ولا تستخدمون كلمات تزيد، تستخدمون كلمات تساعد في تباعد قلوبكم عن بعضها البعض. استخدموا الهدوء، خلوا فيه لطافة، اتذكروا الأشياء الحلوة اللي بينكم في لحظتها في ساعتها. لكن يا جماعة، كل ما تزيدون الصراخ كل ما تزيدون المسافات، توصلون إلى مسافة بعيدة جدا جدا جدا، قد تستحيل فيها العودة حق بعضكم البعض. الدنيا فانية يا جماعة، صفوا النوايا، اعتذروا من بعض، سامحوا من بعض. احنا بشعبان، ما بقى على رمضان شيء. صدقوني اللي يروح ويبادر ترى ما راح يقل من قدره ولا من كرامته، بالعكس مكانه عند ربه يزيد. صفوا النوايا يا جماعة، مشاكل أغلبها قاعد تصير بين الأهل أكثر من الغرب. ردوا حق بعضكم البعض، لموا الشمل. أتمنى يا جماعة أن رواية الحكيم هذه كان لها فايدة لكم مثل ما كان لها فايدة لي. يومكم جميل.